السهنة بتبدأ مع كريج اللي رايح البيت الجديد هو وعيلته، فيمسك الايباد يشوف صحابه وهما بيقولوا له انهم عاملين حفلة جامدة وعازمين فيها كل صحاب كريج. فيزعل كريج عشان كان نفسه يحضر الحفلة دي. فتقول امه انهم حضروا كل الحاجات عشان يروحوا بيتهم الجديد الواسع. فيقعد كريج زعلان طول الطريق. فيوصلوا لبيتهم الجديد فيشوف كريج البيت ويروح الجنينة بتاعت البيت. يجي ابوه يقول له انه عارف ان هو زعلان عشان سيبنا البيت القديم واصحابه. فتنده عليهم ام كريج عشان يشوفوا اوضهم ويحطوا فيها حاجتهم. فينام جريج في اوضته فيسمع صوت غريب. فيخاف ويروح لأوضة اخوه الكبير عشان ينام فيها. فيزعق اخوه يجي ابوه وامه يقولوا في ايه. فيقول له اخوه انه خايف ينام في اوضته. فيتضايق كريج ويخش ينام في اوضته تاني. فيروح اخوه الكبير مع صاحبه يخرجوا. فيبص كريج من الشباك كان نفسه يروح الحفله مع اصحابه اللي في بيتهم القديم. يروح يلعب مع اخته الصغيره يمرجحها فيطيرها اللعبه بتاعتها في الغابه هناك. فتعيط اخته وتزن عليه ان هو يروح يجيبها لها. فيدخل كريج وهو قلقان فيطلعوا له واد وبنت مجانين ماسكين حشرات وحاجه اخر قرف. فيمشي كريج يلاقي بلالين مليانه ميه بتتحدف عليه. فهيجي عليه جيش من العيال بيسوقوا عجله. فيخبطوا فيه يسالوه ايه اللي جابك هنا. فيطلب منهم انهم يوصلوه جوه الغابه. فيركب كريج مع عيل ويوصله جوه الغابه. فيدخل يلاقي عيال صغيره كتير اكنهم رايحين جنينه. تظهر بنت بتبيع شوكولاته فيجي عيل يشتري منها فيديلها اللعبه بتاعت اخت كريج. فيشوفها كريج يروح ياخدها منه. فالدنيا تتهز ويخافوا كل العيال ان في عيال خطره جايين. فيجوا بالمكواه بتاعتهم ويضربوا العيال ويغلسوا عليهم ويبهدلوا الدنيا. فيجري كريج ومعاه اللعبه بتاعت اخته فيتكعبل وتقع منه اللعبه. فتاخدها منه بنت فينتشها منها كريج والعيال كلها بتبص له وتتصدم عشان هي الكبيره بتاعتهم. فتزقه وتيجي بنت تنجز كريج قبل ما هي تضربه. فتقلع عفتها بتاعتها ويشوفوها العيال الخطره وتضربهم هي البنت. ويهربوا لحد ما توصلوا لبيته. وتسأل ام كريج عن اسمها تقول اسم كيلسي. فتقول كريج انها عايزه مقابل ان هي انقذته فيديلها ايه شوكولاته. فيقعد كريج في اوضته عشان ينام فيشوف حاجه بتلمع في الحفره. فيشوف ايه ده يلاقي كتاب غريب. فيفتحه يقراه يلاقي مذكره لبنت اسمها هانا. فيقرا يلاقيها كاتبه عن حاجه اسمها محقق الامنيه. دي ورقه بتفضل تعد لحد 5 وتتحقق امنيتك. فيقرر كريج انه يدور على محقق الامنيه. فيروح للجدول تاني ويدخل الغابه ويقابل البنت اللي كانت بتبيع شوكولاته ويتكلم معاها. وبعد كده يروح عند كيلسي يقول لها ان هو بيدور على محقق الامنيه. فتح كيلسي تقول له امنيات ايه يا ابني انت بتصدق الخرافات دي. فيوري لها الخريطه فتصدق وتقول له ايه المقابل. يقول لها امنيه. فتقول له لا عايز حاجه تتاكل. فيدي لها شوكولاته. فيروح عند البت اللي بتبيع الشوكولاته في الغابه فتديلهم مركب على قد ويشتري منها كريج الشوكولاته بتاعته. فيركبوا المركب بتاعتهم ويدوروا في البحر. فتقفل عليهم شبكه عيال بيحاولوا يثبتوهم. فيديلهم كريج بذور ويمشوا. فيقف في البحر في اتجاهين فيحتاروا. فتقول كيس الببغاء بتاعها يروح الاتجاه ويشوف فيه هناك. فيقول لها كريك ان ابوه ما جابلوش حيوان يعامله كصاحب. وتشتكي كريس همها وتقول ان ما عندهاش اخوات عشان كانت بتعامل الببغاء بتاعها كانه اخواتها. فيجي الببغاء مخدود ويقعد يصوصو بزعيق. فتظهر سفينه كبيره فيها عيال خط. فياخدوهم رهينه فوق اطفال وهو بيلعبوا بقى. يقعدوا يتريقوا عليهم ويدخلوهم السجن بتاعهم. فيظهر لهم عيل اسمه جي بي. فيعمل قدامهم انه خطر وهو قرصان وان جوني ديب في نفسه. فيطلع عبيط في الاخر. فيعيط عشان هو عبيط وما يعرفش حاجه. فيقول له كريج ان انضم لينا عشان نحقق لك امنيتك وتبقى خطر ونروح لمحقق الامنيه. فيوافق. فياخدوهم العيال الخطر ويودوهم للزاويه بتاعتهم اللي اسمها سيرينا. فتتكلم معاهم وتوريهم نص الخريطه التاني اللي توصل لمحقق الامنيه. فيروحوا كلهم يدوروا على محقق الامنيه. فيرفض كريج انه يساعدها. فيوقفوا كريج وكيلسي في اللوح الخشب عشان يوقعوا في البحر. فتروح الزمام بتاعتهم عشان ترويهم. فيوقفها جي بي عشان يلاقي حد. لكن العيال بيتريقوا على جي بي وينط على الاسفنج يهزهم. فتيجي فكره كريج وكيلسي انهم يعملوا كده عشان يمشوا. فينطوا كلهم على الاسفنج بتاع السفينه ويوقعوا كل العيال. فيلاقي جيبي اللعبه بتاعت اخت كريج ويديها له. فيضربوهم كلهم ويهربوا. يروحوا لمكان فيه شجر فيسمعوا انهم جايين فيستخبوا جوه شجره. فالببغاء بتاع كيلسي يقطع كذا شجره عشان يلهيهم. فيحط النص التاني من الخريطه مع النص الاول يطلع له الخريطه الكامله. فيقولوا انهم لازم يصوروا لحد الساعه 10 عشان يروحوا للمكان بتاع الامنيه. فتتصل ام كريج بيه ويرد عليها تقول له ان هو اتاخر قوي. تقول له كنت بتعمل كل ده. يرد عليها كريج ان هو كان مشغول وقاعد عند كيلسي. وتقول لامه ان عايزه تكلم اي حد من ابوها وامها عشان تتاكد ان هو هناك عند كيلسي. فياخد جيب التليفون ويعمل نفسه ابو كيلسي ويتكلم ام كريج. فيقول كريج لامه انها عامله حفله نوم وعايز يبات. فتوافق امه وينام. وفيصحى كريج من نومه ويمشي ويقول ان هو جاي عشان الجدول جاي عشان يصاحب. وهو جاي عشان يحقق امنيته ويرجع تاني لبيته القديم ويصحى. فيمشي. فيصحوا كيلسي وجيبي يلاقوا كريج غدر بيهم ومشي من غير ما يقول لهم. فهجموا عليهم العيال الخطر تاني. يروح كريج لمدينة المرجحة يدور على محقق الأمنية. فينزل تحت المرجحة يلاقي كل تحدي صعب. السلالم والخشب والكباري
كل ده صعب عليه، فيوصل لمكان يلاقي ورد، فينفخ الورد يطير الورد يلاقي الورقة اللي بيدور عليها، فيرجع ليه عيال خاطر هم خاطفين جيبي وكرسي، فتاخد سيرينا منه الورقة وتتمنى انها تحول الجدول ده لمحيط، وتتحقق الأمنية المية تخر من كل اتجاه في المكان لحد ما تحول المكان لمحيط فعلا ويهربوا، والطاقم العمل بتاعها يهرب. فتقول كيلسي لكريج انه ليه سابهم، فيرد كريج عليهم انه مش عايزهم يبقى اصحابه وعايز صحابه الحقيقيين اللي هناك في بيته القديم. فتزيد المية والكل يمسك في الحبل ويحاول كريج ينقذ سيرينا، فيسوق جيب السفينة ويهربوا، فيشوف كريج الورقة وياخدها، لكن فتوقفوا سيرينا وتتعارك مع كيلسي، ويمسك كريج الورقة وتمسكها سيرينا، يروحوا لمكان غريب. فيسأل ايه المكان ده، تقول له سيرينا ان كل دول امانة طلبوها الناس، فيخبطوا في الحيطة يتحولوا لقوي، ومرة يتحولوا لجميل، ودي تتحول لسريع، ودي تتحول لمخفي، ويتخانقوا مع بعض. فيروح الأمنية بتاع سيرينا وتحكي له انها كانت عايشة في بيتها القديم وعندها صحابها وكانوا بيلعبوا وفرحانة مع كل وفرحانين وكل الدنيا حلو ولوز. فجأة راحت لبيتها الجديد واتضايقت لما راحت بيتها الجديد، فيقولها كريج انها نفس امنيتي برضه، فما تغنى المكان ويطلعوا من الامنية اللي محدش حققها فوق خالص، ويرجعوا ويرضى كريج بالواقع ويعامل كيس وجيبي كأنهم أصحابه الجداد، وتروح الورقة ويرجع كريج اللعبة لأخته الصغيرة، وكل العيال بقوا يحلوا مع بعض ويلعبوا مع بعض من غير عنف ولا ده خطر ولا مخاطر. وده كان ملخص فيلم كريج قبل جدول. ويا رب يكون عجبك الملخص ده، متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان في ملخصات كتيرة قوي، وإن شاء الله لو وصلنا ل1000 هننزل كل يوم ملخصين.